نختم بهذه الموهبة أين استطاع التلميذ يسعد الهشمي المنحدر من مدينة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج أن يقتحم عالم الألعاب أو ألعاب الخفة في فترة وجيزة ويقوم بخدع بصرية يتعجب لها المشاهد. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من هناك حسام الدين بن عثمان. من يشاهد هذه الصور قد يخيل له أنها نوع من السحر، لكنها مجرد ألعاب خفة. سعد الهاشمي طالب ثانوي نسكن في مدينة رأس الواد ولاية برج بوعريريج. كان عندي شغف كبير وحب للألعاب الخفة، وحبيت نكشف السر ونكون ممارس لهذا الهواية. استغل الهشمي الانترنت من أجل اكتشاف سر هذه الخدع البصرية، وحاول اكتشاف الطرق المثلى لإنجاحها رغم الصعوبة البالغة للأمر. نستعمل الانترنت باش نتبع كبار ألعاب الخفة في العالم، وللأسف بعض الخدع السحرية والحركات الاستعراضية تعتمد على نوعية الورق اللي مش متوفر عنا، وهذا شكل لي عائق باش نطور أكثر. ألعاب الخفة تحتاج لقوة تركيز كبيرة، وأضافت لحياة الهاشمي الشيء الكثير. من نهار دخلت هذه الهواية في حياتي وليت نركز أكثر لأنها تعتمد على دقة الملاحظة والسرعة، وتأكدت باللي اليد أسرع من العين، وهذا قالها DMC أحد كبار ألعاب الخفة في العالم. يسعد الهاشمي مثال لعديد المواهب الجزائرية التي تحتاج للاهتمام. بهواية ألعاب الخفة مشاهدين نختم موعدنا الثقافي ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ومزيد من الثقافة في حصادنا الليلة.